السلام عليكم حبايبي، وأهلا وسهلا بالمشتركين الجدد. طبعا راح أقدم اليوم قرص عروق اللحم بطريقتين مثل ما تشوفون. الطريقة الأولى بالفرن والطريقة الثانية بالتنور الستيل، وإن شاء الله تعجبكم الطريقتين. شوفوا شلون راح تشوفون إنه ماكو فرق بين الطريقتين نهائيا، ماكو فرق. تابعونا وراح تشوفون شلون. هاي هنا الطريقة الثانية بالتنور الستيل، شوف شلون القرصة حلوة وما مقسبة وأبد. تابعوا ويانا. هاي هنا المقادير كلش بسيطة ومتوفرة بكل بيت، اللي هي نص كيلو طحين. طبعا استعملت طحين الوجبة الحصة لأن الطحين كل زين، أو تردين تستعملين طحين صفر ماكو مشكلة. هنا حطيت عليه خاشوقة من الخمرة وخاشوقة من الشكر ونص ظرف من البيكنج باودر، كلش كافي نص ظرف. وهنا راح أخلط المواد سوية ويا الطحين. قبل لا أعجنهن أخلي عليهن الكركم والكاري والكمون. هنا راح يعطيهن هاي التوابل اللون الأصفر كلش حلو. أخلطهن سوا وراح أعجنهن. وإذا عجبكم الفيديو طبعا اضغطوا على اللايك وفعلوا جرس التنبيهات على مود يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وأني أشكر المتابعين الجدد طبعا، راح يشجعوني أقدم الأفضل والأفضل. هنا خلينا الملح آخر شيء، آخر مرحلة خلينا الملح، وراح نعوفه يختمر ساعة كاملة. بهالأثناء هاي راح أثرم الحشوة اللي هي عندي هنا ربع كيلو من اللحم الشرح. لازم أثرمه بإيدي على التختة ناعم، وذر ناعمة على مود تستوي، مو أثرمه بالماكينة، لا لازم كله بالإيد. المواد عندي هنا بصلاية وحدة استعملت، وعندي لية همينة نص ربع استعملت، ما استعملت شحم. اللية كلش كافية تعطيها الطعم. وهناك رفس أو معدنوس حسب المتوفر. هاي بعد ما ثرمتها كلها راح أخليها على العجين اللي يختمر يعني ولا ساعة. كلها راح أخليها هاي طبعا المواد لازم تصير أكثر من العجين، عم تصير ثمرة وطيبة الخبزة. هاي راح نعجنها سوا، كلها نعجنها. ورا ما نعجنها نعوفها شوية ربع ساعة ترتاح العجينة. وهاي بعدها راح أشنقها باللواث، أحطها بالصينية، أكورها دوائر. وهاي الدوائر تتحكمي بيها، شنق كبار صغار بقت يمك انتي. هاي كلها الكمية راح أشنقها. طتني والله زين، يعني خوش كمية طتني هاي نص كيلو طحين. إذا طحين الوجبة الحصة عندك زين استعمليه، ماكو فرق. هنا عندي الطريقة الأولى راح أستعمل بالفرن، نص من الكمية استعملها بالفرن. هاي على ورق زبدة صينية الفرن وأخبزها. هاي مثل ما تشوفون تنخبز بكل سهولة عندي، وما أسوي العجينة خفيفة على مود أرتاح من أخبزها. هنا هاي الكمية يعني نص الكمية راح أستعمل بالفرن أشويها. قبل لا أدخلها بالفرن شوية بفرشة وبالزيت على مود لا يبقى اللواث من تنشوي الخبزة، شوية شوية بالزيت على الوجه. وهنا الطريقة الثانية اللي هي بالتنور الستيل عندي. وإذا بعد تنور طين عندك بعد أطيب، تطلع كلش طيبة تنور الطين، بس ما عندنا للأسف. هاي بتنور الستيل. شوف شلون أطرقها القرصة بسهولة وما عذبتني أبد. هاي كلها احنا يعني مو الغاية ناكل خبز، لا هي أكثر شيء الحشوة. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك. هاي شلون أخبزه
بسهولة. هاي ورا ما استوت شلون يطلع حتى ما يلزق بالتنور، شلون محمصة. هاي الكمية اللي صارت عندي حتى لين الخبزة أبد لا يابسة مقسبة أبد، لينة. هاي ذن العدي، هاي طلعن عندي من الفرن شلون محمصات، تاخذ اللون الذهبي حتى مو يابسة، حتى من يعني بالجهة الثانية ما محروقة شلون. فأنتوا يا طريقة تفضلون استعملوها سووها، واللي يسويها وتنجح عندها كتبوا لي في التعليقات قولوا لي سويناها كلش طيبة. وبالعافية حبايبي وشكرا.